الخلية النباتية هي وحدة بناء النبات، ومثلها مثل الخلية الحيوانية في كونها خلية حقيقية النواة. لكن السؤال الآن: هل التركيب واحد في الخليتين النباتية والحيوانية؟ هيا نقترب أكثر من تركيب الخلية النباتية لنجيب عن هذا السؤال. يتشابه تركيب الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية في معظم مكوناتها، والتي تتمثل في النواة، وغالبا ما تكون طرفية إلا في الخلايا حديثة التكوين، فإنها تتوسط الخلية. وتتمثل أهمية النواة في القيام بالوظائف الأساسية للخلية من تصنيع البروتين والنمو والتكاثر والانقسام، نظرا لاحتوائها على المادة الوراثية، بالإضافة إلى النوية المسؤولة عن صناعة الريبوسومات، والتي يتم فيها تصنيع البروتينات. السيتوبلازم، وهو المادة الهلامية التي تملأ معظم الخلية وتحتوي على العضيات الحية، متمثلة فيما يلي: الشبكة الإندوبلازمية الخشنة، وهو المكان المهيأ لصناعة البروتين نظرا لوجود الريبوسومات على سطحها، والشبكة الإندوبلازمية الناعمة، والمسؤولة عن تصنيع بعض الدهون وبعض السكريات. جهاز جولجي، والذي تتمثل وظيفته بصفة عامة في إفراز وإنتاج المواد داخل الخلية. الميتوكوندريا، وهي مصنع إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى دورها في عملية التنفس الخلوي. ويحاط السيتوبلازم بغشاء يسمى بالغشاء البلازمي أو الخلوي، والذي يتكون أساسا من طبقتين من الدهون المفسفرة. وتكمن أهمية الغشاء البلازمي في السماح بدخول وخروج الجزيئات من وإلى الخلية. أما بالنسبة لأوجه الاختلاف بينها وبين الخلية الحيوانية، فتتمثل في 3 نقاط أساسية، وهي: أولا، الجدار الخلوي، وهو جدار خارجي يحيط بالخلية من الخارج، يتكون من السليولوز، ومن أهم وظائفه ما يلي: حماية الخلية من المؤثرات الخارجية، يحدد شكل الخلية النباتية ويعطيها صلابة ومتانة، كما يعمل على منع فقد الماء في حالة الحر الشديد. ثانيا، البلاستيدات الخضراء، والمختصة بعملية البناء الضوئي المسؤولة عن صنع الغذاء وإنتاج الأكسجين، حيث تحتوي البلاستيدات الخضراء على مادة الكلوروفيل، الذي يقوم بتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى سكر باستعمال الطاقة الضوئية، ويخرج الأكسجين للنظام البيئي المحيط. ثالثا، الفجوة العصارية، وهي فجوة مركزية واحدة كبيرة تقع في وسط الخلية، تعمل على تنظيم ضغط الخلية النباتية، حيث تقوم بعملية تخزين الماء والغذاء والأملاح المعدنية، والحفاظ على جعل الخلايا في حالة امتلاء بالماء دائما، كما تعد مخزنا مؤقتا للفضلات إلى أن تقوم الخلية بالتخلص منها.